السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي المغاربة داخل الوطن خارج الوطن، إخواني العرب أينما كنتم. إخوان ديالي، القصة ديالي ديال اليوم غادي تكون قصة للعبرة ماشي للفرجة كما تنقول دائما. القصة ديالنا ديال اليوم ديال واحد الشاب، واحد وليد، ولد مراكش، اسم ديالو منير. هاد الولد هذا كان معروف بالاسم ديال شاكيرة، هو اللي غدور عليه هاد القصة هادي. غادي نبداو من الأول. هادي واحد الأسرة، ناس يعني لا قد الحال، عندهم واحد البنت يعني كانت تقرا ولكن ما كملش القرايه ديالها، خرجات يعني ولات باركه في الدار، عايشه مع الوالدين ديالها، ما خصها حتى خير، واكله شاربه. تقدم لها واحد الشاب، قبلوا تا هما، تزوج بها، ولاو عايشين، كاين سكينه ديالهم فين ساكنين هني كارين، ولات عايشه هي وياه بخير، ما خصهم حتى شي حاجه. دوزت معاه تقريبا جاي شي عام، حملات وولدات هاد الوليد هذا اللي الاسم ديالو منير والملقب بشاكيرة. هاد الأم اسمها فوزية، تزادت سنة 1974، يعني قراتها في الابتدائي، طولات في الدراسة. تزوجات سنة 1993. الابن ديالها منير ولداتو 1995. من بعد ولدات بنية أخرى سماتها وفاء. مهم عندها وليد وعندها بنية. كانت عايشة هي والراجل ديالها يعني مرتاحين، ما خصهم حتى خير. من بعد بدات المشاكل بيناتهم، يعني الأمور عندهم كبرات بعضياتهم، ما بقاوش طايقين يعيشوا بعضياتهم. المرأة ولات تطلب الطلاق، صافي ما بقاش تقدر. على الله العلم لله، باش نقول لكم الأسر دائما أسرار، ما نعرفوش شكون الظالم من المظلوم، شكون أذى الآخر، ما عليناش. المهم حياتهم هذيك. طلبات الطلاق، فعلا غادي يطلقها، غادي تاخذ هي الوليد والبنيه ديالها وغادي تمشي تعيش مع الوالدين ديالها، مع الام ديالها والاب ديالها، تعيش معهم. الوليدات بداو تيكبروا شويه، لان غادي يكونوا ديك الساعه ديال 3 سنين 4 سنين، هذا الامور بخير. ولات تمشي تخدم، تخلي الوليدات ديالها عند امها، تمشي تشتغل، تخدم، تتكافح، تخسر شويه تخسر شويه. بدات تتجمع باش دير لبنيتها ولوليدها وبنيتها قبر الحياه، بغات دير تيها السكينه ديالها. فعلا غادي تشري واحد السكينه من السكن الاقتصادي في واحد الحي تيقولوا ليه تامن صورت، يمكن تامن صورت، يمكن في مراكش، سكن اقتصادي. فعلا الدري والبنيه بداو تيكبروا شويه، خرجوا من القرايه، ما بقاوش تيقراو، ما دخلش لهم القرايه الراس، او ما بغاوش يقراو، ولاو تيبركوا باركين في الدار، تتمشي هي تتخدم، تتعاود تجي. يعني الدري والدريه كبروا 16 عام 14 15، تمشي تتخدم وتتجي. هنا هذاك الولد منير الملقب بشاكيرة بدا تيكبر، بداو تيلاحظوا فيه الناس شي حوايج ماشي عاديه. الدري بحال انثوي، حركات ديالو، كلام ديالو، العشره ديالو، ما تيتصاحبش مع الدراري، ما تيلعبش مع الدراري. نفرض داك اللعب دراري كره، طرومبيات، البيو هادي، لا، اللعب ديالو غير مع البنات، ودائما تتلقاوه مجمع غير مع العيالات والبنات. اغلبيه العيالات تيجيبوه تيدخلوه عندهم الدار، تيبقى هو فيه شويه ديال البسط، تيضحك وداك الشيء، ولا الحياه ديالو هي هادي.
الأم ديالو ما لاحظاتش بحال هادشي هذا، يعني تيبان لها ولدها عادي، ولكن هو ماشي عادي، دري أنثوي لدرجة أنه ولا شاد. دازت بعد الأيام، في يوم من الأيام كانت الجمعة، الأم ديالو هي وأختو غادي يمشيو عند جداه، هي اللي الأم ديالو غتمشي عند الأم ديالها، كانت الجمعة باش يمشيو ياكلو كسكسو تما يتجمعو عائلة. فعلا مشاو، خلاه هو بوحدو في الدار. وصلات العشية، الأم غادا تبات تما عند أمها، دارت واحد الطبيسيل دارت فيه كسكسو للولد ديالها باش تجيبو ليه ختو. فعلا جابت ليه هداك ختو وجات باش تبات هي وياه في الدار. كال هداك الكسكسو ديالو وكان مريح شي شويه، يعني وقت المغرب او فات المغرب شويه بدا تيبدل حوايجو، تيوجد باغي يخرج. قالت لي ختو فين غادي؟ قال لي ودي راه معروض عند واحد الصديقه عندها عيد الميلاد غنمشي نهضر. قالت لي لا ما كاينلاش تخرج في الليل، هو من طبعه ما عمرو بات في الزنقه ودائما تيدخل في واحد الوقت بكري لدارهم. الدري تبلا تا هو ولا تيدخن ولا يشرب، ما عليناش. الاخت ديالو قالت لي لا ما تخرج الشاي والليل هذا. قال لها راه غنمشي دغيا ونجي، ما تخافيش راه غنمشي ونجي. اللي دار شنو باش جات تاكدات، هو ما تاكدات مزيان بانه غادي يرجع. قالت ليه دي معاك السوارت باش تجي تلقى باش تحل. قال لها بلاش، المهم انا راه غادي نمشي ونعاود نجي دغيا نلقاك باقا فايقه. هنا خلاوها. الوليد منير الملقب بشكيرة فعلا مشى خرج. اختو بقات تتسنى فيه يجي، صارت 10 11 12 الوحدة الجوج 3، الختمة داش النعاس ما جاش، الصباح ما جاش. اتصلت بامها، قالت امها كيما قلت لكم بايته عند امها، قالت لها ماما خويا منير راه ما جاش. اش تقولي؟ قالت لها ما جاش. كانت الجمعة صباح السبت، تسناو السبت النهار كله ما جاش، الليل ما جاش ديال السبت، ما عرفوه فين مشى. الغد ديال الحد، نهار الحد مع شي 3:30 4 الا ربع، واذا بلي جوندارم الدرك الملكي تيدقوا في الدار غتحل ليهم البنت، لان الام ديالها باقا عند امها. حلات ليهم البنت اخت ديالو، قال لها واش هنا فين ساكن منير؟ قالت لهم ياه. شكون انت؟ انا اختو. قلت لها قالوا لها صبري راسك. الدريه ما عرفت شنو. قالت لها شنو؟ قال لها خوك لقيناه مقتول. الدريه تصدمت، ما عرفت تبكي ما عرفت الضحك، يعني ما عرفت راسها باش تبلات. قالوا لا راه خوك لقيناه مقتول مليوح في واحد الخلا. فعلا قالوا لها باش يجيو عندهم. اتصلت بالام ديالها، قالت لها ماما خويا راه لقاوه ميت. او تعرفوا الام غتبكي غتغوت فعلا غادا تجي لعندهم. وراو هاد الدري مقتول. بداو تيسولوا فيهم واش تعرفوا شي واحد، واش شاكين بشي واحد. قال لهم ما انا الدري داخل سوق راسو، الدري اللي ما تيضارب ما والو. تعرفوا الدري انثوي تيكون خويوي في داك تيكون انثوي خونتي او شاد، ما عنده عداوه حتى مع شي واحد. هنا رجال الامن غادي يبغيو يديروا خدمتهم، جاو لذاك الكارتي الحي، بداو تيراقبوا الكاميرات، تيشوفوا الكاميرات، يعني اللي في الزنقه ديالهم تابعين الكاميرا. بان لهم في الكاميرا بانه ملي خرج من الدار ركب مع واحد في السياره. بقاو متبعين الكاميرا تتحدد ديك السياره فين مشات. السياره غبرت. المهم خادوا النوع ديال السياره، خادوا يمكن الرقم ديالها، وتاكدوا بانه مشى مع واحد. هنا غادي يبداو يقلبوا على هذاك الانسان شكون هو. الانسان تصاب جارهم غير حداهم ساكن. فين غادي يلقاوه؟
غادي يلقاوه في الفنيدق، شدوه جابوه. علاش هربتي؟ انت اللي قتلتي فلان. عطاوه يعني الحجاج والادله بانه ركب معاه وداه. شاف راسو تزير وبدا تيعاود لهم، قال لهم اودي فعلا كنت بارك انا وياه في واحد الليله خمريه تنشرب انا وياه، وقع بيناتنا شي مشكل، تزايدنا في الهضره، تنضارب انا وياه، هو تيضربني انا تنضربو. المهم غلبت عليه، لانه فعلا لقاو الدري كله مضروب لحم وزراق، اللي دار شنو السنان وشي سنان طايحين، مضروب لكمات في الوجه ديالو. والغريب في الامر هو لقاو الدري مغتصب، مضروب ومغتصب، والعنق ديالو كله مجرح، يعني قجو حتى خرجته الروح. ملي سولوا المراه وهادشي تتعرفوه، لقاوه يعني راجل مجوز ساكن حداهم، عنده جوج ديال الوليدات، هو اللي دار ليه هاد المصيبه هادي. هذا هو الكلام اللي قال لهم. هو تنظن كرة الدري ما بغاش ليه او شي حاجه، يعني بغا يغتصبوا صحه، وفعلا لقاو الدري ملي داو واكتشفوا داكشي، لقاو الدري يعني من وراه يمكن ما قتلو، دار داكشي اللي بغا فيه. اش غنقول لكم الخوت، هذه هي النهايه ديال القصه. الله يكون في عون الام والاخت. هذا علاش اغلبيه شحال من مره تنتفرج انا بعد الشواد تيقتلوهم، تيموتوا، تيمشيو مع منواله. وهاد القضيه اخرى بغيت نقولها، هو الاغلبيه ديال هاد الدراري هادو اللي تيخرجوا يعني شواد، تيكونوا تيعطيو مسائل ديالهم، تيكونوا الوالدين ديالهم فارقين بعضياتهم، تيكون الاب مشى لجهه اخرى تزوج مرة اخرى، ولا فين مشى، ولا المراه تزوجت براجل اخر، او الام تتبقى حاضنه الولاد، تمشي مسكينه تتبقى تخدم عليهم والدمر. الدراري تيلقاو واحد الحريه، تيضيعوا تيمشيو ما يعني كاينين ذئاب ادميه اللي تتقلب على بحال هاد الفرائس هادو، تيبداو يشدوا الدراري الصغار، يبداو يشريو لهم بيموات، يبداو يدوروا معاهم، تيبداو يجروا لهم الشحيمه، تيبداو يبركوهم فوق حجرهم، تيبداو يعني تيطيبوهم دقه دقه حتى يطيحوهم في الشبكه، وتيكبروا. الاغلبيه ديال دوك الشواد ملي تيسولوهم تيعاودوا لهم هاد النقاط هادو. المهم ماشي هذا هو المشكل، ولا ماشي هذا هو القضيه ديالنا. المهم هو هاد الولد هذا كان ضحيه ديال هاد الابد، تا هو اللي عنده وليداته، والام مسكينه هي اللي تألمات وهي اللي بقى فيها الحال. المهم الاخوان ديالي، قبل ما نسالي غنخليكم تسمعوا الكلام ديال الام ديالو والكلام ديال الاخت ديالو. ولهذا رساله لجميع الاباء والامهات اللي عنده شي وليد شي بنيه، ردوا البال مع وليداتكم، ردوا البال مع وليداتكم. شوف هذا الولد دابا هو مشى ضحيه، ولكن كان منتوي لدرجه انه قال لك، هو اللي قال لهم سميوني شاكره، كان عزيز عليه، قال لك شاكره، والاغاني ديالو تسمعوا هذا الكلام. الام ديالو غادا تقول هذا الكلام هذا. نخليكم مع الام والاخت، سمعوا. بالنسبه للابن ديالي خرج نهار الجمعه في الليل، ونهار الحد في 3:30 4 لاروب تقريبا جاتنا الخبر بلي توفى. اعتدى عليه واحد السيد وقتلو وتغتصب ولحو في واحد الخلا. تقريبا غايب نهار الجمعه في الليل خرج. كانت اختو هنايا عندنا في الدار، تغدينا الكسكسو، دات ليه الحق ديالو ومشات، وصلت شي 10 الليل للدار، كلا داك الكسكسو داكشي. قال لها انا راه غادي نخرج عند واحد السيده معروض عندها شي عيد الميلاد وداكشي. قالت هي دابا راه مشى الحال الليل هذا حتى الصباح وسير. قال لها لا واحد شويه وغادي نرجع. قالت لي خذ السوار ديالك معاك. قال لها لا انا ما غاديش نتعطل، راه غير هنايا قريب وداكشي وغادي نرجع. المهم مشى هذيك الليله ما بقاش جا. كان اتصل واش جا خوك تقول لي راه ما جاش. الصباح ديال السبت ثاني نهار كله وانا كنتصل ما جاش.
الليله ديال السبت ديال الحد اللي غيصبح فيها الحد حتى هي ما جاش تقريبا، حتى لشي وحده كنتصل ثاني ما جاش. الصباح ديال الحد وداك الشيء بقيت كنتصل قلت لها باي طريقه جا خوك ما سمعتش التليفون ولا ديشارجا ليا ولا شي حاجه، صيفطي ميساج ولا شي حاجه، المهم قولي لي راه خوك جا. المهم وصلتني الخبر منين جاو ليها الجندار مع ديك الوقيته، عيطات ليا قالت لي راه خويا راه توفى، راه لقاوه مقتول. ايوا الله ياخذ الحق في الظالم، ولدي راه مات تقضى ليه العمر ديالو، وهذاك السيد الله ياخذ فيه الحق. هو عزيز عليه الغناء ديال شاكيرا والفيديوهات ديالو كاع اللي تيكونوا عنده غير شاكيرا، ما كيتصنت حتى شي غنى غير ديال شاكيرا، وهو عزيز عليه شاكيرا ومسمي راسو هذيك السميه. عينا من منعوه باش يحيد هذيك السميه، ما كتعجبو، قال لك شاكيرا مسمي راسو شاكيرا. ما اش غادي نقول لك، انا كيخرج معايا عادي، كيدير بعض المرات شي حركات، ولكن فاش كيخرج معايا كيخرج معايا راجل، ما كاينه لا حركه والو. هادشي اللي كاين صراحه. هاد السيد قالوا لي كيسكن حداكم في طمنصورت، انا ما عمري شفتو حاليا. فاش قتلو ما عرفتوش شكون هو بالضبط، نقدر نكون شايفاه من قبل وما عرفتوش، ولكن انا ما عرفتوش هاد السيد كاع، ما عرفتوش. اللي تنعرف هو مرتو تلاقيت معاه عند الدرك الملكي، عندها تتبكي وعندها واحد الطريبيه صغيره وداك الشيء، وتلاقيت العائله ديالو وداك الشيء، الله يحسن عوانهم حتى هما، وهو الله ياخذ فيه الحق. بحال هاد الناس هادو اللي كيديروا بحال هاد اش غادي نقول لك، هاد الحادثه هاد البشعه هادي خصهم ياخذوا العقاب ديالهم زعما اقصى العقوبه، حيت هاد الحاله اللي كيديروا بحال هاد الناس، يعني كيتعرض ولدي لهاد الحاله يقدر اي ولد يتعرض ليها، اي ولد. هاد الشيء خصو يتحبس ويتحدف، وخصو يبقى عبره هذا الناس الاخرين اللي عندهم وليداتهم. المكان اللي لقاو فيه الجثه هو بالعقيد، واحد سيد ابراهيم حدا الولجه ديال بالعقيد، تما لقاو الجثه مرميه. وهو قالوا لي راقبتوه في الفنيدق، الفنيدق هو فين تشد، حيت لاحو توصل الفنيدق عاد تشد، لاحو زاد هرب، لا هرب ولكن تشد في الفنيدق. هو قالوا لي الاغتصاب كان بالعنف، وهو ما مضروب لا بموس ولا بوالو، هو العنق ديالو كله مندوب ليه وداك الشيء، يمكن قجو خنقو قتلو مات، ما فيه لا ضربه زعما بشي موس ولا شي حاجه، ما هي الدم هو اللي بان لي خارج فمو فاش تغسل وتكفن، الدم هو اللي فمو، وداك الندوب اللي في العنق ديالو نادب ليه العنق ديالو بزاف. ما عرفتش اش بنقول. خويا مقرب عليه بزاف، عزيز عليا، نكون انا معاه اكثر من ماما، انا تنقص معاه بزاف، نكون نهضر انا وياه ونجمع انا وياه، هو اللي عندي. ايوا راه الله ياخذ فيه الحق، حرمني من خويا وخلاني بوحدي، هو اللي عندي. قال لي غادي عند صاحبته ومراته صافي، نقول ليه راه الليل هذا ما كاين فيه تمشي حتى الصباح، الا بغيت نمشي عند شي حد حتى الصباح ويسير، حبس فيه تاعي باش يدسونا ودير صافي، تجي معاك سوارتك ما باش نتجاو معايا يخليهم، دابا نرجع بكري قبل ما تنعسي، دابا نجي، وقلبي داير عليا حيت خسرته. يلا شفتو هكاك وبقى فيا، شفتو شي نهار الجمعه في الليل، يلا شفتو دابا فاش جابوه نهار الجمعه شفتو دابا بلازم. قلتلك نهار الجمعه فاش تفارقت انا وياه، ما باقي مشى من الدار، ما باقي شفتو حتى اليوم عاد جابوه وشفتو وتسامحت معاه. مسكين اش بغيت شو ما الجثه ديالو بريء، مسكين بريء مشى ضحيه، مات مغدور مسكين، الله ياخذ فيهم الحق. لا دابا حنا ساكنين في طمنصورت، شتي كاع طمنصورت عزيز عليها خويا كلشي. هاد اللقب نيت اللي قالت لكم تيقولوا لي شاكيرا، كلشي تعيط عليه، وشاكيرا اجي جلس معانا، عيالات مجوجين وتعيطوا عليه، اجي جلس معانا، اجي اي وحده، هو اكثريه مع البنات والعيالات، ما عنده هو كاع ما تيتخاصم مع شي حد، وما عنده حتى شي علاقه مع شي حد خايبه.
تيتخاصم كاع مع شي حد وتيعاود يتصالح معاه هو قلبو بيض دغيا تيرجع هو دغيا تيتصالح مع بنته. الله ياخذ الحق في هذاك اللي كان حيله وسبب في هذا الشيء اللي دار لي هذا الشيء، الله ياخذ فيه الحق. لا تندم معايا الحال، كون في راسي بيوقع على هذا الشيء ما نخليهش يخرج، واخا نسد الباب ونلوح دوك السوارت المهم ما نخليهش يخرج. واخا ما عرفتش يكون دار ليه داك يكون دار ليه خويا، شوف اش وقع بيناتهم دابا حنا مازال ما عارفينش اش وقع. واخا ما عرفتش يكون دار ليه ما يديرش ليه هكا، يضربو اي حاجه يديرها لي المهم اي حاجه دار لي ولا شي حاجه طلع بزاف الحوايج كاينين يداروا ولكن ما يقتلوش ما يرزيناش فيه. ولكن هو السبب دابا قضى لي عمره، هو السبب فاش مات دابا. انا راه فاش جاو عندي داك النهار دقوا عليا انا راه وقالوا لي هكاك بقيت الدموع خارجين وتنضحك، واش جاني الحماق ولا ما عرفتش داكشي، وبقيت تنضحك وتنبكي تنضحك وتنبكي وتنهضر مع ماما وتنقول لها وغاديه جايه مع الجزر داك شي واحد مسطي. المهم الاخوان ديالي قصه هي هادي، صيفطوا لي التعاليق ديالكم، عطوني الاراء ديالكم، ما تنساوش دعموا هذه القناه، فعلوا الجرس، بارطاجيو باش بقاو دائما على تواصل. ما تنساوش تعطوني التعاليق ديالكم واعطوني الاراء ديالكم في هذه القصص هذه. قصه راه كما شفتوا واقعيه وقعت مدينه مراكش، يعني في سكن ديال تمنصورت، سكن اقتصادي. تنظن المراكشيين كلهم غادي يكونوا عارفين هذه القصه هذه. ونودعكم حتى القصه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.